ازي حضرتك يا دكتور، عامل اهلا ايه؟ وسهلا، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. اسمه ايه الامور؟ يونس. يونس عنده قد ايه يونس؟ 2 سنين ونص. سنتين ونص. ايه المشكله؟ يونس انا حاسس ان هو سخن من امبارح وعلى طول بيشتكي من زوره. وايه تاني؟ بس حاسس بقى ان هو همدان شويه. تمام. طيب ممكن تحطه كده على السرير نبص عليه؟ طيب احنا دلوقتي فحصناه لقينا عنده التهاب فيروسي في زوره. خلاص. وده هنعالجه ان شاء الله بالادويه دي 5 سم كل 8 ساعات. هناخد النوع ده 3 ونص كل 8 ساعات. عايزين نرتاح، نشرب سوائل دافيه كتير. خلاص، وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. ايه ده، هو مفيش حقن؟ ليه حقن ليه؟ حقن مضاد حيوي عشان مضاد السخونيه. حيوي؟ لا، هو مش محتاج مضاد حيوي اصلا، لا حقن ولا شرب، لان ده التهاب فيروسي. ايه ده، انا حتى كمان الدواء ده مفيش مضاد حيوي؟ لا، بقول لحضرتك ده التهاب فيروسي. الالتهاب الفيروسي ما بيتعالجش بمضاد حيوي. الالتهاب البكتيري فقط هو اللي بيتعالج بس بمضاد ازاي يا حيوي. دكتور انا ابني مرتاح من مضاد حيوي؟ مفيش حاجه اسمها بيرتاح، كل علاج بيتوصف للحاله بيريحه ان شاء الله. فان شاء الله هيرتاح على العلاج ده، واشوفك الاسبوع الجاي هتبقى كويس. بس انا لما بوديه صيدليه كان بياخد حقن مضاد حيوي كان بيرتاح من بعدها على طول. لا، ده هو ارتاح عشان خد معاها ادويه خوافض والكلام ده، فاحنا ربطنا ان هي اللي عالجت المشكله. لكن الحقن اتعملت في الطب علشان خاطر الحالات اللي محجوزه في مستشفى. ابنك هيتحجز في مستشفى ولا مروح معاك البيت؟ هيروح من البيت ان شاء بس الله. يبقى مش محتاج حقن، الحمد لله حالته كويسه بس اهو. ازاي وعنده سخونيه شديده؟ ما هو المضاد الحيوي ده مش بيعالج السخونيه، هو مش خافض حراره. مضاد حيوي ده شديد فهينزل السخونيه من هو عنده. جديد في معالجه الميكروب اللي اسمه بكتيريا، اللي مش عندك اصلا، اللي مش عند ابنك. فانت مش محتاج له. ليه اعرضه ان انا اديله حقنه ممكن لا قدر الله تعمل له حساسيه قاتله يموت، او بعد الشر عنه يجي له مثلا تعور العصب يتشل او خراج او اي. ليه اعرضه لمخاطر الحقن اللي هو اصلا مش محتاج لها؟ ابنك الحمد لله مش محتاج لا مضاد حيوي حقن ولا شرب. فليه اعرضه لحاجه مش محتاج لها؟ ليه اضيع مناعته بدون داعي؟ يعني هو مش محتاج اي مضاد حيوي؟ خالص، هنمشي بس على العلاج ده ان شاء الله هنبقى كويسين. خلاص تمام ماشي يا دكتور، اقتنعت؟ شكرا. اه طيب طبعا. الحمد لله. ماشي، باي مع يا السلامه. يونس.